تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مع منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف مقابل هدف على أرضية لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لكأس إفريقيا للأمم. ومع انطلاق الشوط الأول كاد يوسف نصيري يفتتح التسجيل عبر ضربة رأسية، غير أن حارس مرمى الكونغو الديمقراطية تصدى للكرة بصعوبة، ونجح أشرف حكيمي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر ضربة ركنية نفذها حكيم زياش. وقد حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على ركلة جزاء أهدرها سيدريك باكامبو بعد اصطدام الكرة بالجهة الخارجية للقائم الأيمن لمرمى أسود الأطلس. مجريات الشوط الثاني بدأت بهجمات متبادلة بين المنتخبين المغربي والكونغولي، لكنها لم تترجم إلى أهداف خلال الدقائق 15 الأولى. وبعد محاولات هجومية متبادلة باحتشام، تمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من تعديل الكفة في الدقيقة 77 بالتسديدة من وسط منطقة الجزاء للاعب سيلاس. وبهذا التعادل يرتفع رصيد أسود الأطلس إلى 4 نقاط، معززين صدارتهم للمجموعة السادسة، في حين بلغ رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية إلى 2 نقطة.